اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في قناتي. الناس اللي لسه داخله عندي في القناه، انا اسمي شيماء. اهلا وسهلا بيكم في قناتي. اللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد. والناس المشتركه عندي اول ما تفتح الفيديو ما تنسوش اللايك، لان اللايك هو اللي بيدعم القناه. النهارده بقى جايين كده بفيديو اسكندراني على الاخر بطرق حلوه قوي اسكندرانيه اصليه. اول حاجه هنا انا نزلت لكم مقطع صغير من تنظيف الجمبري. انا بصوا بجيب الشوكه كده، بجيب سن الشوك كده وبدخله في ظهر الجمبريه وبشدها كده، بتطلع اللي هو الحبل الرملي ده كله من الجمبري، لان ما ينفعش ان احنا نعمله بيه عشان لو هتاكلوه هتلاقوا كده رمله في بقكم. وفي ناس بتفتح الظهر بسكينه، بس انا شايفه ان هي بتبوظ شكل الجمبري، فالافضل ان احنا بشوكه كده، حرف الشوكه نحطها كده ونشد، هيطلع الحبل الرملي كله في ايدينا. بصوا بيطلع بكل سهوله زي شايفين انا بشده ازاي، وما بياخدش وقت بالشوكة، سهل جدا مش متعب، سواء الجمبري كبير ولا صغير. مش بتعب منه عشان انا بعمله بالشوكة كده بسرعة. بعد ما خلصنا تنظيفه كده وغسلناه غسلة حلوة، هبتدي هنا كده بقى اجيب حلة كده نعمل طبعا الرز الاسكندراني او رز الصيادية او رز السمك ده. طبعا معروفين الاسكندرانية بيه وبطرقه. اول حاجة بقطع كده شوية بصل حلوين كده زي ما انتم شايفين، كبير مش صغير. بقطع البصل كبير لان البصل لما بتضربوه في الكبة ما بيديش لون الغمقان زي ما وهو قطع. هو قطع بيتحمل شوية، لكن لما بيكون مفروم بالكبة جامد بيتحرق بسرعة فبيدي طعم مرارة. فالأفضل في الرز الصيادية أو الرز بتاع السمك إن انتوا تقطعوا البصل كده كبير عشان ما يتحرقش بسرعة ويمرر وما يكونش خد اللون بتاع الصيادية ده. برضو بص، رز الصيادية على قد ما هو سهل، بس على قد ما هو في حاجات ممكن تبوظ الدنيا خالص. يعني الرز لو خد لون جامد بيمرر وبيبقى طعمه مش حلو. فالافضل ان زي ما بقول لكم تقطعوه كده قطع كبيره و... وت... عشان يتحمل التحمير يعني في النار، وما يسودش بسرعه وما يتحرقش بسرعه. النهارده كمان هنحطه كده فيه كام تكايه كده مختلفين. ودي صينيه سردين طبعا عملناها قبل كده مع بعض، بس هقولها لكم. انا جبت السردين كده غسلته غسله حلوه وقطعته، حطيت عليه فصين توم وفلفل اخضر وليمون وملح وكمون وشويه زيت، بس ما حطيتش عليه اي حاجه تاني. وده الجمبري اللي غسلناه. وحضرنا هنا في الصينيه دي جزر مبشور وطماطمايه وبصلايه. هنشوف هنعمل بيهم ايه دلوقتي. هنحط كده شويه زيت في الحله بتاعنا، وهنبتدي بقى نفضل نحمر في البصل ده لحد لما ياخد لون. وما تقلقوش، اهم حاجه ان هو ما يتحرقش منكم، لان زي ما قلت لكم طول ما هو كبير هياخد اللون ومش هيمرر منكم. هنبتدي بقى كده نشوحه لحد لما يبتدي ياخد لون. وبعد ما يبتدي ياخد لون هنشوف هنحط له ايه النهارده، اضافات جديده على الرز الصياديه شويه. جبت حله تانية كده نظيفه، ما حطيتش فيها اي حاجه، احط فيها كده نقطه زيت. دي برضو طريقه جديده للجمبري. انا كل مره بحط الجمبري وبحط عليه بصل وطماطم وكده وميه واسيبه يتسلق كده. النهارده كده قلنا نعمل خطوه كده، عززت قوي طعم الشوربه وخلت الجمبري طعمه حلو قوي. بدات اللي انا كده حطيت شويه زيت ونزلت عليه بالبصل، وبعدين هنزل بالفلفل الالوان والطماطم كده كله مع بعض، اديله تشويحه في الزيت بتاعي ده. وبعد ما اديله تشويحه هنشوف ايه الاضافات اللي هنعملها. الخطوه اللي انا عملتها دي خلت الشوربه كده، عززتها، بقت لونها حلو، بقى عاطيه طعم حلو قوي في الجمبري. غير لما بنحطه كده على بعضه كله وبنسلقه هو ما بيبقاش وحش برضو، بس الطريقه دي عطت للشوربه طعم حلو قوي قوي. جربوها مش هتندموا يعني. وما بيبانش ولا طعم بصل ولا طعم زيت ولا ما بيبانش اي حاجه من دي نهائي يعني. دلوقتي هننزل. بصوا البصل ما خدش لون، يا دوبك اول ما نزلته قلبته تقليبه، وبعدين الفلفل وراه قلبته تقليبه، وطماطمايه هي زي ما انتم شايفين مقطعه كله كده تقطيع كبير، كله تقليبه واحده كده. اول ما تقلب كده زي ما انتم شايفين، هبتدي بقى اخد الجمبري بتاعي وارميه عليه واديله برده تشويحه. في الوقت ده انا هنا بغلي ميه سخنه، عشان انا هنزل عليه بميه سخنه مش هنزل عليه بميه ساقعه. هنا خلاص بعد ما عطيت له التشويحه بتاعته هجيب هحط الجمبري بتاعي. انا غسلاه طبعا كويس ومصفياه من الميه. مفيش حاجه اللي اسمها ان انتوا تشيلوا الروس ولا الكلام ده، لان الراس هي اللي بتدي طعم حلو للجمبري. فاحنا يعني كده ما اختلفناش ان احنا مفيش حد يشيل الروس. هنبتدي بقى نشيل، هي اللي بتعمل اصلا شوربه الجمبري. هبتدي بقى انزل كده بكل الجمبري اللي عندي، وبعدين احط ملح واحط كمون واحط بابريكا. اللي حابب يحط فيه توم يحط، بس انا مش بحب احط فيه توم، والافضل ان انتوا ما تحطوش لان التوم برضو بيغير طعم الجمبري شويه.
هبتدي بقى هنا كده اقلب كل الجمبري اللي عندنا. وبعد ما اقلبه هبتدي ان انا اكون الميه غلت عندي. بصوا اول ما بينزل في السخن بيغير لونه على طول. هبتدي بقى دلوقتي احط البهارات بتاعتي، البابريكا والملح. خلي بالكم الملح خداع في الجمبري بالذات، ما تحطوش كتير عشان ممكن يحدق مره واحده ما تعرفوش تسيطروا عليه. هنعرف بقى هنحط كده شويه ملح، وهنحط الجمبري، هنحط شويه ملح وهنحط الكمون وهحط بابريكا وسنه بسيطه من فلفل الاسود. برضو الجمبري مش بيبقى محتاج فلفل اسود، بس احنا عشان بنحب الفلفل الاسود في كل حاجه فحطيت كده نقطه منه. هبتدي بقى احط النقطه من الفلفل الاسود على البابريكا والكمون والملح، واديهم تقليبه برضو مع الجمبري والفلفل الالوان والبصل والطماطم. وبعدين اروح نازله بقى بالميه السخنه. هبتدي بقى هنا كده اقلبه كويس. وبصوا انا حاطه جنبه على النار التانية البصل، سايباه كده ياخد لونه براحته. هبتدي بقى اقلب كده في الحله كل الحاجات الحلوه دي اللي عندنا. مش قادره اوصف لكم الريحه طالعه حلوه ازاي. هبتدي بقى اقلب كله كده، وبعد ما قلبته هروح ماسكه الميه السخنه ونازله بقى على الجمبري بتاعنا. هو طبعا نزلت شويه على البوتاجاز، دلوقتي بقى هشيله وامسح البوتاجاز وارجع تاني. هنا بقى بعد ما رجعنا خلاص حطيت الميه على الجمبري، رجعت للرز بتاعي. كنت انا بقى الجزر والطماطم والفلفل الالوان اللي انا عاملاهم خليت منهم كده شويه صغيرين، هحطهم على الرز. وقطعت كده طماطمايه صغيره. الطماطم والجزر والفلفل عطوا طعم حلو قوي في طعم الرز، وعطوا له الالوان بقى لونه حلو جدا هتشوفوه. وهنا بعد ما اخلص بقى هشوح كل ده كده مع بعضه، البصل مع الفلفل الالوان مع الطماطمايه. هبتدي بقى اروح حاطه ميه، واحط برضو ملح وفلفل اسود وكمون وبس. هي دي التوابل بتاعه الرز. ولو حابين تحطوا القرفه بتبقى حلوه جدا في الرز، بس انا بصراحه نسيت ان انا احطها. بس انتوا حطوا شويه قرفه صغيرين بيدوا في طعم الرز الصياديه، بيبقى طعمه حلو جدا. جربوه مش هتندموا فيها. هنا هنحط بقى الملح، وهحط كمون، وهحط فلفل اسود. وطبعا الرز الصيدلي بيحب الفلفل الاسود قوي، بقى لازم تحطوا فيه فلفل اسود يعني. هبتدي بقى كده اشوح كل الحاجات اللي عندنا دي الحلوه، برضو هتطلع ريحتها على طول. هروح نازله بالميه بتاعتي وتغلي، اروح حاطه الرز بتاعي واسيبه يتشرب. وانا دلوقتي بقى ولعت الفرن على السردين اللي عندي. السردين زي ما قلت لكم حطيت فيه توم وفلفل اخضر وملح وكمون وشويه زيت وشويه ليمون بس. وهدخله الفرن، اول ما يطلع وهو سخن هعصر عليه ليمونه. هنا بصوا الميه بتاعه الرز خلاص على قد المعيار، طبعا كوبايه الرز قدها كوبايه ميه، ما بنزودش فيه. هنا السردين بتاعنا اهو هدخله الفرن يستوى، وهنشوف بعد كده شكل الاكل بقى كله. الجمبري خلاص هو بيستوي. الجمبري طبعا ما بياخدش وقت. هنا بعد ما طلع من الفرن وهو سخن عصرت عليه ليمونه. والجمبري طبعا ما بسيبوش كتير في الفرن عشان خاطر ما يشدش مني. الجمبري كان سواه مظبوط جدا. الشوربه بتاعته هنشوفها دلوقتي. الرز بتاعنا كان لونه حلو قوي بالالوان الفلفل والحاجات اللي كانت فيه. بصوا لونه حلو ازاي الرز بتاعي، وعليه كده واحدتين جمبري. وده السردين بتاعنا شكله كان حلو وريحته حلوه. ودي الشوربه بتاعتنا كانت مظبوطه جدا. وده الجمبري بتاعنا بعد ما استوى. وهو ده كان يومنا، عملنا شويه بتنجان وبطاطس كمان كده جنبيهم، كان برضو حلوين جدا. هو ده يومنا. وما تنسوش اللايك، واستنوا الفيديو الجاي. مع السلامه.